باريس سان جيرمان الى قبل نهائي كاس العالم للانديه. الاول ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يوم جميل وسعيد عليكم. شفنا امبارح يا جماعه يعتبر مباراه نهائي مبكر، ما فيهاش اي كلام. مباراه كبيره جدا في دور الثمانيه، كانت بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. والمباراه بصراحه كان فيها اثاره، كان فيها كوره، كان فيها كل حاجه انت عايز تقول عليها. باريس سان جيرمان بدأ المباراه ضاغط، بايرن ميونخ كان بيرد عليه. باريس سان جيرمان شويه تحس اللعيبه بتاعتهم عندهم حماس زياده، وده ادى الى اصابات كتير في فريق بايرن ميونخ، اخترع طبعا اصابه جمال موسيالا. نتمنى له بصراحه الشفاء لان الاصابه اشعرت لي جسمي جدا، بصراحه كانت صعبه ورخمه. وشفنا هدف لباريس اوفسايد، وشفنا هدفين لبايرن ميونخ اوفسايد، فشفنا كل حاجه في الكوره. وبعد كده شفنا كمان كروت حمراء في المباراه ديت. باريس سان جيرمان اتطرد منهم اتنين، وطبعا ده دليل على حماس باريس سان جيرمان الزايد قوي. الفريق دوت قعد سنين ما ياخدش بطولات، وبعدين خد بطوله دوري ابطال اوروبا، وبيلعب دلوقتي في كاس العالم للانديه بنظامه الجديد ال 32 فريق. كل ده حماس للعيبه جامد جدا، ادى الى التدخلات العنيفه. الحكم ادى فيها كارت احمر على طول. فباريس سان جيرمان لك ان تتخيل ان هو بتسعى لعيبه يتقدم 2-0، وطبعا تقدم الاول 1-0، بس الجون الثاني الرهيب الجميل اللي جابه عثمان ديمبلي من اسيست رائع من اشرف حكيمي بعد الدقيقه 90. بتسعى لعيبه اللي نهى المباراه نهائيا على بايرن ميونخ، كان كفيل جدا انه يخلي باريس طرف قبل النهائي. بصراحه مباراه جميله، والنص ده في فرق كتير جدا انا كنت اتمنى انها تكون بعيده عن بعضها. يعني كنت اشوف ده في قبل النهائي، اشوف الفرق دي مع بعض في النهائي، لكن ان انا اخلي بايرن مع باريس وهيقابلوا بعد كده ريال مدريد، بصراحه يعني ظلم والله العظيم بجد. يعني النص التاني الدنيا فاضيه خالص، تشيلسي اوصل النهائي براحتك، وكان قبل كده متيسر لمانشستر سيتي يعني. فكانت مباراه جميله جدا، مباراه شبه نهائيه شفنا فيها كل حاجه في كره القدم. وبكده نكون وصلنا لنهايتنا النهارده، وان شاء الله يوم جميل وسعيد عليكم باذن الله.